من خلال تعاملي مع مئات من المشاكل الزوجية اللي بيقل فيها الحب والود بالتدريج وبتكون العلاقات غير مستقرة، في أنماط متكررة من التصرفات اللي بتدمر العلاقة وبيقع فيها الرجالة بقصد أو بدون قصد. في 5 مدمرات للعلاقة لما بيقع فيها الراجل بينقص الحب بالتدريج والعلاقة دي بتكون في خطر. أول حاجة، العلاقات المتعددة بغرض التسلية وبغرض المتعة أو وجود علاقات محرمة وتبريره لكده. والحقيقة إن العلاقات دي حرام شرعا، مش مجرد خطأ، هي خطيئة مش خيانة. النمط ده في حياة الراجل بيقلل الثقة في العلاقة دي وبيقلل التواصل مع الزوجة وبيخلي دايما في سوء ظن وفي خلافات حتى في الأوقات اللي هو بيكون كويس فيها، لأن في غضب مكبوت ولأن في حزن شديد جوه الزوجة اللي مع الوقت ثقتها في نفسها بتقل وثقتها فيه بتنعدم طبعا. ومهما الزوجة أبدت صبر وإن هي بتديله فرصة بعد فرصة علشان يصلح من نفسه ويرجع للعلاقة أو يكون مخلص ليها، إلا إنها من جواها بتبقى مش قادرة تستحمل ده ولا عارفة تعديه وما بتقدرش أبدا تنساه مهما أظهرت عكس ده. بالعكس، كل ما بيطول أمد العلاقة ويستمر الراجل في العلاقات دي بتبقى الست عارفة إن العلاقة دي ما فيهاش أمان وإن الزوج ده ما بيحبهاش، وبتبقى مش قادرة تحس ناحيته بالمشاعر اللي كانت بتحسها ناحيته قبل كده مهما كان حبها ليه. تاني نمط هو نقص التواصل مع الزوجة، فيبقى الزوج ودود ومهتم ومتواجد في علاقة الحب قبل الجواز أو في بداية الجواز، وبعد كده يتراجع عن الاهتمام ده ويقل منه ويقلل التواصل والتفاعل مع الزوجة، وبالتالي بتحس بالإهمال والجوع العاطفي، وكمان بتحس بالغدر لأن الاهتمام اللي حصلت عليه في البداية هو العقد غير المعلن ما بينها وما بينه اللي وقعت عليه بمجرد ارتباطها بشريك الحياة ده بالذات، وبالتالي هي بتشوفه إنه متخلي وإنه غادر لاتفاقية الحب اللي ما بينهم لأنه ما استمرش على الحاجات اللي وعدها بيها قبل الجواز أو في بداية الجواز. تالت نمط مدمر للعلاقة هو الإدمان على المواد الإباحية. هو لما بيشوف الحاجات دي بيدمنها وبيتعود عليها وبيتوقع إن العلاقة مع الزوجة هتكون بالظبط زي اللي هو شافه، بالتالي بتتكون عنده صورة مشوهة عن العلاقة مع الزوجة ويبقى ظالم لنفسه ولزوجته ويبقى محبط طول الوقت لأنه ما بيعرفش يوصل للحالة اللي هو شافها وللحالة اللي هو توقعها، فبالتالي هو بيظلم نفسه وبيظلم زوجته وبيكون قاسم ومذنب. واللي بيعمله ده أكيد خطيئة مش مجرد خطأ، وأكيد ده مع الوقت بيدمر العلاقة دي وبيخلي كل واحد من الزوجين حاسس إنه بعيد وإنه مش سعيد وإنه مش منسجم وإن مفيش إشباع في العلاقة دي. رابع حاجة، نمط حياة الأعزب. والراجل في الحالة دي بيبقى عاوز يعيش بنفس أسلوب ونمط حياته قبل الجواز، فيفضل مرتبط بجلسة الصحاب والقهوة ويبقى عاوز ينفرد بنفسه في الوقت اللي يناسبه هو بس، ويبقى عاوز إنه يخرج في الوقت اللي يناسبه ويتكلم في الوقت اللي يناسبه، فبالتالي ما بيحطش احتياجات الزوجة النفسية أو مشاعرها في اعتباره، ويبقى بيتصرف في حياته كأنه لوحده وكأنهم زملاء في سكن، وممكن كمان يخلي عليها كل مسؤوليات البيت والأولاد ويبقى عايش لنفسه بس، أو متصور إنه الالتزام المادي ناحية الزوجة والأولاد هو كل حاجة على الراجل. رقم 5، إن الراجل يكون بيتأثر بالصور والنماذج اللي بيشوفها من رجالة اللي حياتهم بائسة وعلاقاتهم الزوجية غير ناجحة، علاقاتهم غير مستقرة مع زوجاتهم، فيبقى عاوز يقلد سلوكياتهم خوفا من إنهم يسخروا منه أو يقللوا منه أو يقولوا إنه ضعيف في بيته أو مش راجل في بيته، وبالتالي بيعيش بالطريقة اللي هم بيعيشوا بيها أو اللي بيقولوا له إن المفروض الراجل الكويس يعيش بيها، ويخسر المشاعر اللي ما بينه وما بين مراته، يخسر كتير من فرص السعادة اللي كان ممكن يعملها معاها، كتير من الفرص اللي كان ممكن يعمل بيها علاقة زوجية فعلا مشبعة وسعيدة مع مراته والإنسانة اللي هو اختارها بمحض إرادته. وللأسف ده بيكون خوفا من كلام حد أو خوفا من صورة اتزرعت في عقله
إن الراجل القوي هو اللي مش مهتم بمراته أو مش متواجد. ال5 أنماط دي اللي هي العلاقات المتعددة ونقص التواصل وحياة الأعزب والتأثر بالصور والنماذج السيئة والإدمان على المواد الإباحية، كل دي بتدمر العلاقة بالتدريج. حتى لو ما ظهرش ده في بداية العلاقة، لكن مع الوقت بيخصم من رصيده عند الزوجة دي، وكمان ما بيخليهوش هو شخصيا يحس بالإشباع في علاقته بيها، وبيبقى حاسس إنه بعيد وإنه ما تحققلوش السعادة اللي كان عايزها، لأن ببساطة الزوجة دي محبطة وحاسة إنها مش في المكان المناسب ليها. العلاقة الزوجية بتحتاج إن كل واحد من شركاء الحياة يبني فيها كل يوم ويزود اللي بيقدمه، يهتم ويتواصل، ويساعد نفسه ويساعد شريك حياته إنهم يوصلوا للعلاقة السوية المشبعة للطرفين.